السلام عليكم البنات، كنجدد بكم الترحاب في فيديو جديد من نوع خاص، نوع يعني دردشه. شنقول لكم البنات، اول شيء عوش لكم مبروكه، تدخل عليكم بالصحيحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. القناه ديالنا كملت 3 سنوات، كملت 3 سنين، ولكن هذا رمضان هذا ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان، غيكون رمضان الرابع مع بعضياتنا. في هاد المده هذه ولا في هاد 3 ديال رمضانات اللي دازوا كانوا عندنا تحضيرات، وجدنا شهيوات مالت وطاب، السفوف بانواع الشباكيه، يعني معسلات، مملحات، اشياء اخرى وكثيره اقتسمناها. ولكن البنات كما كنقولوا هذاك الشيء داز، ولا يعني شي حاجه اللي كنديروها، ولكن يعني المنفعه ولا هذاك الشيء ديالها ما كيستمرش، ما كيدومش. يعني وجدناه كليناه سالا، كيجي العام الاخر كنوجدوه. التحضيرات اللي جيت نهضر لكم عليها اليوم بعيده شويه، هي دين ودنيا. انا ما كنقولكمش، انا بدي ان شاء الله الى طول لي الله في العمر وكنا نصيب باقي مع بعضياتنا، غيكون عندنا تحضيرات، غنوجدوا، غنديروا كل شيء كما قلت لكم. الحياه باش كتستمر دين ودنيا. ولكن اليوم غيكون الفيديو ديالنا في جوج ديال الاشياء، يعني كينقسم لجوج كما قلت لكم، دين ودنيا. كاين شي تحضيرات البنات الكثير كيغفل عليها للاسف. تحضيرات كتكون في رجب وشعبان. في رجب وشعبان البنات اش غنقول لكم، كيخصنا هاد التحضيرات هذه كما كنقولوا حنا الروحانيه، ما نساوهاش. ما يبقاش التركيز علينا ديالنا غير في رمضان، غير في التحضيرات، غير فاش غندير، شنو غنتقدا، شنو غنشري، شنو غنهاد. شوفوا البنات، غنقول لكم واحد الكلمه وكنقولها لنفسي، يعني هذا الكلام هذا قبل ما يعني يخرج من فمي الاذان ديالكم، هي نصيحه بحال كما كنقول لكم، كنفكر بصوت مرتفع. وانا تعودت انني نقتسم معكم وما نخبي عليكم حتى شي حاجه، واي حاجه كنبغيها لنفسي كنبغي نقتسمها معكم. هذا الكلام كنوجهه لنفسي انا الاولى. وش نقول لكم، كما قلت لكم هاد التحضيرات الناس كتغفل على رجب وشعبان، وهما راه البنات راه ما كيقلوش قيمه على رمضان. بالعكس، كاينه اشياء، كما كاينه مثلا ليله القدر في رمضان، كنا كنسارعوا في العشر الاواخر، وقبل ما نوصلوا لهذيك ليله القدر وهذيك الايام، كاين ايام عظيمه في رجب، وكاين ايام عظيمه في شعبان. كاين الاسراء والمعراج في هذا الشهر العظيم ديال رجب. كاين البنات شنقول لكم، كاين واحد الشيء عظيم في شعبان اللي يمكن الكثير ما كيعرفوش، ولكن كاين كثير اللي كيعرفوا، هي ان الاعمال ديالنا ترفع في شهر شعبان. وهذا ماشي هضره ديالي، هذا حديث قدسي، هذا حديث نبوي. نصلي البنات على الحبيب الشفيع، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سألوه لماذا تكثر يا رسول الله من الصيام في شعبان؟ قال لهم هذا الحديث ترفع الأعمال في شعبان، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني كنعرفوا أن الأعمال، الدين ديالنا الدين واحد الدين رائع، دين يسر ماشي دين عسر. يعني كاين الأعمال كترفع يوميا، كترفع أسبوعيا، وكترفع سنويا. كترفع يوميا ما بين الصبح والعصر، يعني 2 مرات في النهار. كشي علاش الفضل ديال صلاه الصبح وفضل ديال صلاه العصر، يعني هذه الصلوات الوسطى اللي كنقولوا. وكترفع اسبوعيا يوم الاثنين ويوم الخميس، وديك الشيء علاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني من السنن ديالو هو الصيام يوم الخميس ويوم الاثنين، لان صلى الله على الحبيب الشفيع قال لك أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك كترفع الأعمال الصحيفة ديالنا، الأعمال السنوية ديالنا كترفع في شعبان. ويعني شنو نقول لكم، كنظن القليل اللي كيصوم في شعبان، لأن كيكون التركيز ديالنا على رمضان. هو من غير أنك ترفع الأعمال ديالنا، وهذا اللي واحد العمل اللي عظيم عند الله. ولأن الله سبحانه وتعالى شنو نقول لكم، هي الصلاة كنا كنعرفوا بأنها عماد الدين، بأن الصلاة هي زعما اكثر درجه من الصيام.
بالنسبه لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قال بان كل عمل لابن ادم الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. داكشي علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك احب ان يرفع عملي وانا صائم، لان هذاك الصيام هذاك الصيام ما كيعلم عليك الا الله سبحانه وتعالى فعلا واش انت صائم ولا ماشي صائم. لان الصيام ماشي هو الامساك على، حنا هادشي كنعرفوه، انا جيت غير باش كنذكركم وكنذكر نفسي قبل منكم. يعني جاتني تقصير في حقكم انني نبدا الصيام، انني الحمد لله كملت يعني الدين ديالي، وكنتمنى الاخوات والمتتبعات ديالي ما يكونوش كيغفلوا على انهم يردوا الدين ديالهم رمضان. يعني رديت الدين ديالي، كنسارع دائما انني الا وفقني الله كنردو، يعني في شوال ما وفقنيش الله كنسارع وكنسميتو باش فرجب نكون كملت الدين ديالي. يعني جاني انني كنقول لكم دائما احبكم في الله، جاني تقصير في حقكم انني نبدا انا يعني نصوم لله وندير اشياء وانني ما نشاركهاش معكم كما كنشارك معكم يعني اشياء دنيويه. بالاجدر انني نشارك معكم هذه المسائل هذه. كما قلت لكم البنات، كثروا من الصيام، كثروا من الاعمال، ما نشغلوش تحضيرات رمضان. خلاص رمضان كنظن كلشي كيعرف القيمه ديالو، كيعرف الميزه ديالو، ولكن كنخاف يكون العديد منا كيغفل على الميزه ديال شعبان وديال رجب. هذا الجانب الديني. واللي نوصيكم البنات صله الارحام، وانه ما يكونش يعني تحاولوا ما امكن الصحف ديالكم ترفع في شعبان وانتم شنو نقول لكم تصفيو الخواطر. لان الله سبحانه وتعالى ملي كتعرض عليه شي صحيفه وهو يعني ما تكونوش مخاصمين مع شي حد، ما تكونش عندكم يعني قطيعه مع شي حد، سيرتو من الارحام. كونوا متسامحين، لان الله سبحانه وتعالى حنا ديما كنطلبوا العفو والغفران من الله سبحانه وتعالى. نبادروا حنا نغفروا لبعضياتنا، نسمحوا لبعضياتنا، كونوا متسامحين كثر. هذا الشيء اللي غنقول لكم بالنسبه لهذا الجانب هذا الجانب الروحاني. كما قلت لكم اوصيكم واوصي نفسي ما تنشغلوش البنات في تحضيرات رمضان. راه رمضان كيجي وكيمشي، شعبان كيجي وكيمشي، ولكن اللي ما كنضمنوش واش حنا غنوصلوا لهذاك شعبان. حنا دابا كنهضروا في رجب، يعني البدايه رجب، اصلا ما عرفناش واش غنكملوا هذا رجب، واش غنكملوا هذاك شعبان، واش غنوصلوا لهذاك رمضان. كما قلت لكم الاعوام تتوالى، ولكن حنا واش غادي نوصلوها. شوفوا البنات، حنا راه كتله من الايام، ولا واحد يعني كتله من الايام، ولا واحد شحال من ايام في عمره. يعني النهار اللي تحيد راه ما كيتعوضش، النهار اللي تحيد ما كيتعوضش. حنا بحال شي قطعه د الايام اللي داز ما كيرجعش. ولكن الشاطر فينا شنو جمع في هذه الايام وشنو عاودت عليه هذه الايام. كنتمنى كلامي يكون واضح. وحاجه اخرى غادي نقول لكم طاحت لي في بالي، هي ان جوج اشياء كيشفعونا غدا يوم القيامه. كيشفع لنا القران، وكذلك كيشفع لنا الصوم. لان الصوم باقي كنأكد شنقول لكم الصوم واحد الحاجه اللي فيها صبر، وهي اي حاجه فيها صبر قيمتها عند الله كثيره. حنا سبق ودرنا واحد الدردشه على الصبر على هذه الاشياء هذه. وكنظن كل ما بغيت نقول لكم قلت لكم، واخا عندي كثير لداخل، ولكن باش ما نطولش عليكم. وكان هذا هو الجزء الاول ديال الفيديو، وننتقلوا للجزء الثاني ديال الفيديو اللي غنوريكم بعض التحضيرات كنديرها في رجب وكنديرها في شعبان، يعني باش كنكون يعني في رمضان مستعده لاستقبال ديال رمضان. خليكم معايا لباقي الفيديو، وكنتمنى الجزء الاول يكون مفيد بالنسبه لكم. وفي هذه الاثناء غنشوفوا اهم التحضيرات ولا التجهيزات اللي كندير في البيت ديالي
قبل من رمضان، وهو السمن البنات. السمن انا كتعرفوني ما كنبغيش نشري اشياء جاهزه، لان السمن باش كينجح وما كيضرناش خصو يكون بالزبده البلديه. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده البلديه رابعه. يعني عندي الملحه، واحد معلقه ونص ديال الملحه، وعندي الزعتر البنات اللي درتو من طبيعه الحال عليه الماء في درجه الغليان، خليته حتى طلق وبرد، ما خصوش يكون سخون باش ما يذوبليش الزبده. وبه غنغسل هاد الزبده باش نتخلص من الحليب، الفائض الحليب اللي كيكون فيها، باش هكا السمن ما كيضرناش، وكذلك يعني كيصبر لنا مده طويله. كما شفتوا حيدت هذاك الماء الاول وغنعاود نغسلها المره الثانيه. انا غير بعجاله كنصاوب لكم السمن، لان ديجا عندنا فيديو خاص على السمن، غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو باش الا غفلت شي خطوه وبغيتوا تصاوبوه يعني تشوفوا بالتفصيل. صافي دابا غندير هاد شويه ديال الماء الزعتر، غندير فيه الكميه ديال الملحه، وفي هاد الاثناء غنبدا نملح الزبده. يعني خصني حتى ما نبقاش نحس بديك الحروشيه الزبده، تنسجم تماما ديال عفوا ديال ديال الملحه، تنسجم وتدخل في هاد الزبده هادي. ثقوا بيا راه ما كيضرش وكيصبر واخا يبقى حتى عام ولا اكثر. صافي غندير له بحال هكا التبصيل باش يقطر مزيان ما يبقاش فيه الماء. صافي ودرتو في شي قرعه ديال الدجاج، من الاحسن تكون دجاج ولا ديال الطين، كاع احسن حتى من الدجاج. خديت انا واحد القطعه ديال الثوب، درت فيها شويه ديال الزعتر بحال تكيمسه ديال الزعتر، وغنديرها في الوجه ديالو يعني من الفوق. علاش البنات؟ كما قلت لكم باش ما كيخسرش، لان الزعتر بالاضافه لديك الملحه يعني الزعتر ما كيخليش يدير ديك الطبقه من الفوق ولا شي حاجه، وكيجي منسم وكيجي غزال. غنحتفظ به غير في البلاكار، وكل ما بقى يعني ما غنحلش عليه وما خصوش يتعرض للاشعه ديال الضوء. ومن الاشياء الاخرى البنات اللي نبدا نديرها في رجب وشعبان، انني كنبقى مره نشري الاشياء اللي كنستعملو، يعني ما كنخليش نقضي حتى الاخر حتى كيزحم رمضان بحال اللي كنقولوا. يعني الثمن كيرتفع، الاسواق كتولي عامره، كيخصك واحد الميزانيه كبيره ديريها. لا، فين ما كنخرج الحاجه اللي بانت لي بحال هكا كنجيبها. بحال هنا شريت واحد الكيلو ديال اللوز بلدي، وعندي هنا شريت واحد نص كيلو ديال الزنجلان. خزنته بهذه الطريقه، كنديرو في الفريغو حتى 6 شهور حتى 8 شهور، ما كيجرى له البنات حتى شي حاجه. يعني ملي تلقاو الفرصه ويكون عندكم فائض ديال يعني عندكم باش تشريو، ولا صادفتوا شي حاجه رخيصه بحال هكا، غادي نديرو بطبيعه الحال ماشي في البلاستيك، كنديرو في هذا الساشي ونعاودو في البلاستيك ونديرو في المجمد، وبكل سهوله ملي غنحتاجو غادي نجبدو. وهادو هما التحضيرات بالنسبه اللي بديت بها. وكباقي البيوت المغربيه من طبيعه الحال كنخمل البنات فرجب. علاش فرجب بالضبط؟ سيرتو الا انا ما كنتش كنخمل على ودي يعني العواشر، غير هي ان الصلاه عندي يعني شحال هذه ما خملتها، غادي نخملها لان في شعبان ما كيبقى ليش الوقت. شعبان يلاه الا غنصاوب شي شباكيه السفوف هذوك المسائل اللي كتعرفوا، يعني كنحيد عليا باش ما يتراكمش عليا الشغل في خطره. وان شاء الله غادي ندير لكم فيديو نوريكم الطريقه ديالي ديال التخمال. وكذلك البنات شوفوا شنو درت. عندي واحد المحبقات، زرعت هنا الكرافس، هي الحمد لله ما شاء الله بدات كتطلع. يعني خديت غير الكرافس عادي، مني جبته قطعت هذيك الجدر ديالو، كان فيه يعني الجدر زوين. وها هو ان شاء الله ان شاء الله. انا كنحماق البنات على شي حاجه بيو، شي حاجه طبيعيه، شي حاجه عرفتها يعني دازت من بين يديا بحال اللي كنقولوا. وهنا انا كنقي هاد المحبقات، هي درت فيها النعناع، كنقيهم. وباش يعني كنغني التربه اكثر كندير فيها البنات القشور ديال البيض. ملي كنسلق البيض كان بحال هكا كما شفتوا قلبت التراب شويه، وغندير هكا قشور ديال البيض مسلوق يعني درتهم غير في الفران سخون، وهكا يعني غير بيديا صوبتهم هكا، يعني يخلي بحال السماد ولا الغبار لهاد التربه هذه باش ينجح لي الغرس ديالي. كنحيد ديك يعني داكشي اللي كينوض، ديك الاعشاب اللي غير مرغوب فيها. من طبيعه الحال غادي نديرهم في البالكون هنايا حدا الشميشه. طلبوا الله البنات ينجح لي، وحنا مع بعضياتنا بطبيعه الحال. غنعاود نوريهم لكم مره اخرى فين وصلوا.
هنا هاد المحبقه البنات غنحيد منها هاد الشيء، غندير فيها القزبور. يعني القزبور ساهل باش كنزرعوه، كنديروا غير القزبور حبوب. اول شيء غادي نقلب هذا التراب وغندير له حتى هو البيض، هذا القشور ديال البيض. عاد غادي نزرع القزبور ديالي كما قلت لكم. طلبوا الله ينجح لي هذا الشيء، كيعجبني هذا الشيء طبيعي. المهم البنات اللي غنقول لكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، نكون يعني عطيتكم طاقه ايجابيه، ويعني فيديو تحفيزي باش يعني نكتفوا من العباده ديالنا، ما نهملوهاش، وكذلك ما نهملوش البيوت ديالنا كما قلت لكم في الاول.